النهارده هنعمل فكرة تحفة بخافض اللسان، كمان هنعمل إعادة تدوير لعلبة كرتون. أنا بجيب العلبة دي فيها 100 قطعة، هتلاقوها في الصيدليات وفي المكتبات الكبيرة. ده الدهان اللي أنا هستخدمه النهارده، تقدروا تستخدموا أي نوع. ده دهان بلاستيك عادي بتاع حوائط. دهنت مجموعة كده من خافض اللسان باللون الأسود، حطيت 2 بالشكل ده كده وثبت عليهم من الأطراف 2 تانيين عشان نعمل شكل المربع ده. نظبط بقى المربع الأولاني ده كويس قوي عشان هنعمل عليه باقي المربعات اللي هنحتاجها. كده انا جهزتهم كلهم. نرص بقى الاربعه دول بالشكل ده. وقبل الخطوه دي انا حطيت المربع اللي في النص واخدت المقاسات بتاعته عشان اعرف الاماكن اللي هيتحط فيها شمع. بعدين حطيت شمع في الاماكن اللي انا حددتها، وبعدين لزقت مربع. بعد كده هنلزق مربع في كل الجوانب. تكوين الشكل سهل جدا وبسيط. بعد كده عشان نعمل الرف هنحتاج بقى عدد من العصيان. ده انا تقريبا استخدمت 10 ولزقتهم في بعض، او ممكن كمان تلزقوا اكتر من كده، ده بيرجع لحجم الحاجه اللي هتتحط على الرف. بعد كده لزقته هنا. نجيب بقى كرتونة، اي كرتونة عندكم. انا كان عندي الكرتونة دي، حددت حوالي 4 سنتي من الكرتونة من فوق، وبعدين قصيت بقى الجزء اللي فوق ده. بعد كده غيرت لونها ببلاستيك ابيض، وممكن تغلفوها بورق. مهتمتش قوي لونها من تحت عشان الجزء ده هنعمل فيه حاجة تاني. جبت خافض لسان وقصيت منه جزء مدور ده، وبعدين قصيت منه حوالي 5 سنتي، فعمل لي قطعتين كده. عملت طبعا مجموعة من نفس المقاس ده، بدأت اثبتهم على الكرتونة بالشكل ده كده. انا عارفة ان هما مش مظبوطين قوي، بس كل ده هيتصلح دلوقتي. وعادي لو المكان مش مكفي واحدة، احنا بنقصها كده بالقطر وبنلزقها عادي. ودي اسمها صبغة أسطر، بتتجاب من محلات الحدايد والبويات. سألتوني عليها كتير قوي، استخدمتها اكتر من مرة معاكم في الفيديوهات. بتعمل تأثير تحفة، وما تنسوش انها بتتخفف بالسبرتو وبتنشف بسرعة جدا. لزقت خيط خيش هنا كده، انا كنت مضفراه عشان يبقى سميك شوية ويغطي الجزء اللي مش مظبوط ده. بعد كده طبعت الورقة دي طباعة ليزر، لو عاوزينها اكتبولي في الكومنتس وانا هحطها لكم. بدأت افرغ الحروف كلها، وانا كان ممكن اكتب بقلم دوكو او قلم اكريليك اسود، بس هو الموضوع ما كانش هيبقى شكله احترافي كده والكلام مش هيبقى مظبوط قوي، فاخترت ان انا اطبعها احسن. دهنت غيرها هنا كده عشان الزق الحروف، وبس كده بقت جاهزه وشكلها طالع تحفه بجد. شكلها ترندي كده ولذيذه، شكلها خطير بقى مع الديكور اللي عملناه ده. وبس كده يا حبايبي، الفيديو خلص. ومتنسوش تكتبولي رايكم.